الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقول الحمد لله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم عبر هذه المسائل الجديدة التي هي نعمة في من أراد الله أن ينعم عليه، ونقمة في من أراد أن ينتقم الله منه. فنحمد الله أن سخرها لنا لتبليغ دينه وشرعه، تعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، اعلموا أننا بحاجة ماسة إلى تعلم شرع الله سبحانه وإلى تعليمه والدعوة إليه، فنحن أفقر ما يكون إلى ذلك، إلا أن بلدكم هي أحوج ما تكون إلى العلم الشرعي وتبليغه، إلى الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليمهم كتاب ربهم، تعليمهم كتاب ربهم سبحانه وتعالى، تعليمهم الكتاب والسنة وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وقد أحببنا أن يكون لنا معكم لقاء، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، وأن نجعله خالصا لوجهه الكريم خلال دروس أسبوعية، درس أسبوعي. وقد تم الاختيار على كتاب تطهير الاعتقاد، وهو كتاب حسن لعالم من علماء اليمن، وهو الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وقد شرح هذا الكتاب جماعة من العلماء المعاصرين رحمه الله أمواتهم وحفظ أحياءهم شروحا متعددة، وإن شاء الله سنمضي فيه بشكل ميسر ومسهل حتى تتم الفائدة ويصل النفع بإذن الله رب العالمين. فنقول بارك الله فيكم. أولا، تطهير الاعتقاد. الطهارة يعني يراد بها طهارة الجسم، وأيضا يراد بها طهارة النفس. طهارة الجسم من الأذى من النجس، طهارة النفس من الشرك والذنوب والمعاصي والبدع. وطهارة النفس هي أعظم من طهارة البدن فحسب، وإن كانت طهارة البدن تابعة لطهارة النفس. نعم، بارك الله فيكم. والمؤلف أراد تطهير الاعتقاد، أي نظافة الاعتقاد من الشرك والإلحاد، ويدخل في ذلك كافة ما يحدث الشرك، ما يحدث التوحيد، وأما الاعتقاد من قولهم أقول اعتقدت كذا إذا عقدت عليه القلب والضمير. فالعقيدة هي ما يدين الإنسان به لله سبحانه وتعالى أو لغيره، اسمه مطلق. فيقول اعتقد شركا بمعنى اعتقد أمرا لغير الله، واعتقد حقا واعتقد باطلا ونحو ذلك. المؤلف أراد تطهير الاعتقاد الذي هو العقيدة التي يدين بها العبد لربه سبحانه وتعالى. قوله تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. الدرن هو الوسخ. المؤلف قصد بذلك الوسخ، أي والمراد به هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال أدران الإلحاد. وأدران جمع درن، ومضاف إلى الإلحاد، فيريد بهذا الكتاب أن يطهر به جميع أنواع الإلحاد. والإلحاد في الشرع يطلق يعني إلحاد في أسماء الله وصفاته، وإلحاد في آياته سبحانه وتعالى. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته له أنواع ذكرها العلماء، إن شاء الله ستمر معنا في موطنها إذا تمرنا معكم بباب الاعتقاد. والإلحاد في آيات مثلا يعني كتسمية، مثل بالنسبة للإلحاد في أسماء الله كتسمية الأصنام بما هو لله. مثلا اللات مأخوذة من لفظ الإله، والعزى مأخوذة من العزيز، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. وكذلك أيضا من الإلحاد في أسمائه كأن يوصف بالنقائص، ووصف اليهود له بأنه
بأن يده مغلولة أو بأنه فقير. هذا من الإلحاد في أسماء الله. والإلحاد في آيات الله الكونية أو الشرعية. فالإلحاد في الآيات الكونية أن ينسب الآيات الكونية أن الليل والنهار والشمس والقمر لغير الله، كما تفعل الصوفية أن الأبدان والأقطاب هم الذين يديرون الكون يعني به من أوليائهم. وأما الإلحاد في آيات الله الشرعية مثل القرآن الكريم فهذا يكون الإلحاد فيها بتكذيبها ومخالفتها وتحريفها عن أصولها. بارك الله فيكم. هذا خلاصة عنوان المؤلف. فأراد المؤلف تطهير أي نظافة الاعتقاد من الشرك بالله سبحانه وتعالى والإلحاد به، سواء في أسمائه أو صفاته أو ألوهيته وربوبيته، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هو المستعان. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد باتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأشهد عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: كل أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله التابعين له السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوف وضع. فهذا تطهير الاعتقاد عن أمران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى جميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامه وجميع بلاد الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر المسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. ووجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أن هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفتها على الموحدين، وهي بدأت أصول 5 رحمه الله وغفر له. قوله هنا في المقدمة قال رحمه الله: الحمد لله. هذا المراد به الثناء على الله بلسان الحال والمقال الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد. توحيد الربوبية هو أحد أقسام التوحيد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. هنا أشار المؤلف إلى أقسام التوحيد، وتوحيد الربوبية والمؤلف لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد إشارة إلى أن أكثر العباد يوحدون الله بتوحيد الربوبية ويشركون به في توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. فالتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، هو إفراد الله بما يختص به من الخلق فلا خالق إلا الله، والرزق فلا رازق إلا الله، والإحياء فلا محيي إلا الله، والملك ولا مالك إلا الله، والتدبير فلا مدبر الكون إلا الله. وعلى هذا أدلته من كتاب الله سبحانه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. يعني مثلا أنت تريد أن تصلي فتكون صلاتك لله، تريد أن تصوم فصيامك لله، تكون بعيدا من الشرك والرياء والسمعة وأن تقصد به أحدا غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد
العبادة. وبقي توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه، وتثبت له أيضا ما أثبته له رسوله، وتنفي عنه ما نفاه عنه رسوله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. والذي زلت يعني اتفق الخلق على الإقرار بتوحيد الربوبية، وحصل الإخلال منهم بتوحيد الألوهية، فصرفوا من العبادات التي لا تجوز إلا لله صرفوها لغير الله رب العالمين، وهذا الذي أوقعهم في الشرك، وكان على إثر ذلك إرسال الرسل كما يأتي إن شاء الله إيضاحه في الشرح. قال حتى يبردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا. الند هو المشارك في أصل الشيء، طيب، ويقال النظير والمثل. وقال هنا من اتخاذ الأنداد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، أي لا يتخذون ندا مع الله، ولا يصرفون العبادة لأحد غير الله. قال الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا من اتخاذ الند مع الله، وقد نهى الله عن ذلك فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي نظراء. ومن اتخذ مع الله ندا فإما أن نجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو في بعضها، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، يدل عليه الآيات السابقة، وكذلك ما في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا يدل على كفره، من جعل لله ندا فصرف له نوعا من أنواع عبادة الله أو بعضا من ذلك. والثاني أن يتخذ الله ندا ويكون من باب الشرك الأصغر، كقول بعضهم لولا الله أنت وما شاء الله وشئت، وكما يحصل عند بعض الناس من الرياء اليسير. وهذا يدل عليه ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. نعم، بارك الله فيكم. قال ولا يدعون معه أحدا، يعني بحيث إذا صار هذا التوحيد فلا يتخذ الله ندا، وفي نفس الوقت لا يدعون معه أحدا. هذا الدعاء أن يدعو مع الله أحدا هذا من اتخاذ الأنداد، هذا من اتخاذ الأنداد. ويدل على هذا قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سيأتي إن شاء الله من الكلام عن هذا. قال ولا يتكلون إلا عليه، وذلك أن التوكل عبادة عظيمة من عبادة الله، فلا يجوز للعبد أن يتوكل على غير الله، على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على غير الله واعتمد عليه اعتمادا كليا فقد كفر بالله، ومن جعل ذلك سببا فقد أشرك بالله فنصر. فإن كان التوكل على العبد أو على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا ربنا جل وعلا فهذا شيء أكبر، وإن كان فيما يقدر عليه
اعتمد العبد على ذلك فهذا شرك أصغر. قال ولا يفزعون في كل حال إلا إليه. يعني هنا الفزع يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: الفزع انقباض ونفار يعترض إن كان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع. طيب، والمراد أنه لا يتحرك قلب العبد ولا جوارح العبد إلى غير الله، إنما أصلها إذا حصل له أمر أو إذا ثمه فتنة هامته فتنة فتكون عودته إلى الله وحده لا إلى الأصنام ولا الأنداد. قال ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، وذلك أن الله قد حث على ذلك فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلما حث الله على ذلك وجب أن لا يدعى بغير أسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وعوام المسلمين قد يفزعون إلى الله لكن بغير أسمائه، مثل قول بعضهم عندنا هنا في اليمن: يا أبا الجود، وهذا ليس من أسماء الله سبحانه. وقول الصوفية: يا هو يا هو أو هو، هذا فزع غير شرعي بل شركي. فمن هذا الضمير؟ إنه هذا الضمير لا يكون ذكر لله البتة اتفاق علماء التحقيق. قال ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، أي الوسائط، لا يتوصلون إليه بالوسائط الشركية. ثم استدل على ذلك فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا سيأتينا بباب الشفاعة إن شاء الله. الآن قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، أي أنه يعبد ولا يعبد سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا فهو عبد، فلا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة. العبادة خاصة بالله رب العالمين. قال الله مخبرا عن نبيه: قل أنت يا محمد لا أملك أنا لنفسي نفعا فأكسبه ولا ضرا فأدفعه، إنما الأمر هو ما شاء الله، الأمر كله لله. هذا رد على من اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفع أو يضر أو أنه يريد أن يصرف له شيء من العبادة عياذا بالله. فهو بشر بعثه الله رسولا ونبيا، يجب الإيمان بنبوته ورسالته وعدم الإلحاد فيه. قال وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله التابعين له بالسلامة من العيوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة مستحبة، وعلى آله من السنة أن تذكر الآل في الصلاة على النبي سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. التابعين له بالسلام من العيوب أخرج من كان من آله وهو غير تابع فلا يضاف إلى الآل أصلا، وإنما المراد الآل الذين آمنوا به ساروا على نهجه وطريقه سنته. قال وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، يعني تابعوا النبي على التوحيد لله. ثم قال وبعد، والمعنى مهما يكن من شيء بعد. قال فهذا تطهير الاعتقاد، وقد سبق بيان هذا العنوان. قال وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيده، وذلك الوجود لأنه في ذلك الفترة في ذلك الزمن انتشر الشرك بالله والاعتقاد في غير الله، الاعتقاد في النجوم والاعتقاد في الأشجار والأحجار، وهذا كان منتشرا في اليمن وفي الجزيرة العربية وفي كثير من بلدان المسلمين في ذلك اليوم أكثر منه اليوم. ولما رأى ذلك المصنف رحمه الله ترى أنه وجابا عليه أن يبلغ دين الله وأن ينشر شرع الله
قال رحمه الله وجب علي تأليفه. والوجوب مأخوذ من قوله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يجوز أن يكتم شيء من شرع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه آية. هنا وجب على التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله المستعان. لماذا بين المؤلف وجه الوجوب فقال وتعين علي ترصيفه. تعين أي وجب وجوبا عينيا، علي ترصيفه أي جمعه لما رأيته. والسبب في ذلك قال لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار. في ذلك الأيام كانت الأشجار تعبد من دون الله وينذر للجن ويذبح للجن ويتخذ لهم أماكن عياذا بالله. قال في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. والمؤلف خص اليمن بالذكر لأنه من أهلها فهو أعرف بأهلها. الشام من باب أن أخبارها تصل إليه. وبلاد نجد وتهامة فهو بلده يعني تعتبر قريب مثل البلدان ومجاورة لها. وكذلك بلاد المغرب العربي فقد كانت منتشرة ولا تزال إلى الآن فيها من الشرك ما الله بعليم. لذلك قال وجميع ديار الإسلام مصر والمغرب العربي وما شابه ذلك من دول الإسلام. قال وهو الاعتقاد في القبور. حصل في ذلك الفترة يعني هو ما زال اليوم عند كثير من الناس ولكن في ذلك الفترة كان أعظم. قال وهو الاعتقاد في القبور في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. وهذا يعني به أهل التصوف الذين يدعون معرفتهم بالمغيبات والذين يدعون أنه كشف لهم عن أشياء لا يعلمها غيرهم ولا يدركها غيرهم. قال وهو من الفجور. وفجوره أنه لا يحضر المسلمين صلاة ويقول أنا أصلي في مكة ويرضى بأن يؤله من دون الله وينحر له من دون الله ويأخذ أموال المسلمين بالباطل فصار فاجرا بذلك. قال لا يحضر المسلمين الجنة بمعنى يقول أنا أصلي في مكة هو أفضل ما أدرك صلاة ولا استخر لله رب العالمين. قال ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا مدعيا أن صلاته في مكان آخر ولا يعرف السنة ولا الكتاب يعني ليس لديه الفكر بكتاب الله جل وعلا والفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى الخوف من الله والإقبال على شرع الله ولا يهاب البعث والحساب ولذلك هو يكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه. قال فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره يعني على أهل العلم ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره يعني من الحق الذي يجب على الإنسان أن يبينه للناس وأن يظهره للناس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاعلم أنها هنا أصولا هي قواعد الدين ومن أهم ما يجب معرفتها الملحدين. إن شاء الله في الأسبوع الآتي نأخذ هذه الأصول أو ما شاء الله من هذه الأصول والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. وأنتم بارك الله فيكم.